الخير عزيزاتي المشاهدات، أهلا وسهلا بيكي، نورتيني وشرفتيني، وأحب أطمن عليكي وقوليلي عاملة إيه وأخبارك إيه. إن شاء الله تكوني بخير وصحة وسعادة وراحة بال، أهم حاجة راحة البال. بصي يا حبيبتي، النهاردة أنا هعملك فطيرة التفاح. أعتقد إن غالبية الناس بتحبها وهي لذيذة ومفيدة جدا، وهعملها لك بطريقة سريعة جدا. طبعا انا بجري كاميرا، يعني مش بالسرعة، مش بالطريقة دي. بس ايه، هعملها برضو بسرعة جدا. انا دلوقتي جبت التفاح، قشرته وقطعته وعصرت عليه ايه، ليمون. حلو كده، جميل. انا بصراحة مش عارفة انا بعمل الفيديوهات دي لمين عشان اتفرج انا عليها. والله العظيم انا ما في حد بيشوف قناتي خالص، حتى اليوتيوب مش بيقترح. بس انا ايه، مكملة ومثابرة جدا جدا، والله يسامحك يا يوتيوب. انا عندي امل كبير جدا ان شاء الله قناتي تتشاف وتحبوني وتحبوا القناة وتشتركوا عندي، ويمكن تعملوا لي لايك، يمكن. بصي بقى يا قلبي، انا دلوقتي حطيت حته زبده في الطاسه، وحطيت عليها 3 4 معالق سكر. السكر ده حسب ذوقك انت، لو بتحبيه كتير او قليل. اتحمر شويه، جزء من السكر اتحرق بقى كراميل، والنص التاني لا، بس مفيش مشكله. انا ضفت التفاح، واللي هيدي للتفاح اللون الجميل العسلي ده هي القرفه. اذا كنت بتحبي القرفه قوي حطي معلقه، اذا كنتي ما بتحبيهاش قوي زي حالاتي حطي نص معلقه. هي بتبقى جميله جدا مع فطيره التفاح، ومع الرز كمان مع الرز الاحمر. القرفه جميله جدا مع الرز الاحمر. طيب انا هسيب بقى دلوقتي التفاح يدبل شويه على النار، وهدي النار عليه، وهاخد بقى ايه، العجين. انا جايبه عجينه جاهزه، انتي عايزه تعمليها في البيت مفيش مشكله. الطرق طبعا موجوده، وممكن ان شاء الله ان شاء الله ربنا ييسر واقدر اعملها لك، بس هي بتاخد وقت شويه وقصتها طويله شويه. انما دي ايه، دي عجينه انا بجيبها جاهزه من عند بتاع الجلاش، او ممكن تجيبيها من السوبر ماركت. العجينة دي اللي هي عجينة الميلفي أو البيف باستري، أو رقائق العجين، أو البات فيوتي. يعني كل دي اسم للعجينة اللي هي بتتعمل بالزبدة، طبقات طبقات طبقات، اللي هي عجينة الميلفي. يعني مشهورة قوي بالملفي. دلوقتي انا بوريكي ان التفاح الحمد لله طري، مش اتهرى، يعني طري شوية لان لسه هيدخل الفرن او كده، يعني لسه في الخبز كمان هيطرى اكتر. فنزلته في البولة دي علشان يهدى شوية، عشان ما اجي احطه في العجين يبقى هدي ومش سخن قوي. خلاص، هفرد بقى العجين ايه، يعني بسمك نص سنتي تقريبا. والعجينة دي ما ينفعش تفرديها وتلميها وترجعي تفرديها تاني، لا، مادام فردتيها هي تتفرد مرة واحدة بس. هقطعها كده بقى على حسب ما انا عايزة الفطيرات الصغيرة دي قد ايه، وهحط لها الحشو بتاعها. حلو كده، وبعدين هلفها رول. حلو قوي. هي بقى متحتاجش انك انتي تلزقيها وبتاع. ليه كمان؟ لان هحطها في الساندوتش ميكر، يعني هسويها في الساندوتش ميكر. انا بقى علشان الجهاز ده ما ينزلش عليه العسل بتاع التفاح ويلزق ويعذبني وانا بنضفها وكده، فبحط ورقة زبدة وبقفل عليها تقريبا 4 دقايق. هتسيبيها ال4 دقايق وتبصي عليها، لو اتحمرت وحلوة تمام. اهي، هنفتح عليها اهي. بصي هي تحت بيبقى الحرارة اعلى من فوق، فهنضطر ان احنا بنقلبها، مفيش مشكلة. وكمان كنت ممكن اسيبها شوية كمان عشان يبقى لونها ذهبي اكتر. معلش، مفيش مشكلة، معلش. انا دلوقتي قلبتها وهسيبها تاني، وهاجي بقى اعمل معاكي ايه، الفطيرة اللي هندخلها الفرن. باخد مسحة خفيفة كده بالزيت للقالب، لو انه سيليكون يعني، والمفروض ان هو ما يدهنش، بس انا دهنته ليه؟ علشان لما يدخل الفرن يديني يعني القرمشة، الزيت ده يقرمش العجين شوية. بس ما حصلش كده، هوريكي دلوقتي حصل ايه. خلاص، انا كنت قسمة العجينة نصين، وبعدين اخدت النص الاولاني عملته الفطيرات الصغيرة، النص التاني قسمته كمان نصين، يعني اخدت نصه، اصبح ده الربع، وهفرده برضو بسمك نص سنتي. يا ريت يا ريت يا ريت لو شفتوا بقى الفيديو
وربنا كرمني كده واليوتيوب اقترح القناة، تعملوا لي لايك علشان القناة تطلع شوية بالله عليكم. دلوقتي انا اخدت مقاس القالب وقصيت الزيادات. خلاص بتحطي العجين كده زي ما حضرتك شايفاني، وهحط باقي الحشو. الحشو قليل شوية مش مشكلة، معلش هنعالج الامر. هبص بس على الفطيرات الصغيرة دي، هي استوت، بس كان المفروض اسيبها تتحمر شوية. مش عارفة ليه انا مستعجلة، كنت مستعجلة قوي. عارفة اللي في الساندويتش ميكر دول هتعمليهم وانتي واقفة بتعملي فنجان القهوة، والله تاكليهم كده الصبح، الله على الجمال، مع فنجان قهوة مع فنجان شاي، يا حلاوته، جميلة جدا. بصي بقى لما اهو حلوين والله جمال. بصي لما هشيل الورقة هتلاقي الجهاز زي الفل، ما تأثرش خالص، يعني امسحه مسحة خفيفة وخلاص. تعالي نرجع بقى للفطيرة دي. هزود الحشو بتاعها، احط شوية زبيب وشوية مكسرات، اي مكسرات يا رب، حتى سوداني حطي، بتبقى جميلة جدا، خلي بالك. بس كده هاخد بقى كل العجين، بواقي العجين اللي هي متقصقصة، وهقطعها ازاي؟ هقطعها كده بالطول، هعملها شرايط كده، وهعمل غطا للفطيرة. اي كده انا غطيت الفطيرة واديتها شكل جمالي، وفي نفس الوقت استغليت كل العجين اللي اتقطع، لان انا قلتلك ايه، ما ينفعش انك تلميه وترجعي تستخدميه تاني، لا هتبوظي الطبقات بتاعته، فانا استغليته بالطريقة دي. همسح بقى الوش كده بالصوص بتاع التفاح، شكلها لذيذ جدا. اهو هاخدهم بالفرشة كده وامسح الوش بتاعها، وهدخلها الفرن. قعدتها تقريبا يعني يمكن ربع ساعة او 12 دقيقة كده، شكلها لذيذ. تدخل بقى على الفرن. تعالي ندوق البتاعة دي، جميلة والله العظيم، حلو. انا هاخد اللي هي شكلها مفركش، الله حلوة والله، والله جميلة، سخنة جدا هي بس حلوة. بس اقولك حاجة بقى، هي كانت محتاجة حشو اكتر، يعني كان المفروض احط تفاح اكتر جوه العجين. حطي ما يهمكيش، لانها لما بتضغط كده بتوزع التفاح جوه العجينة، فبتبقى محتاجة حشو اكتر، احشيها اكتر. شفتي انا بقولك عيوب الصناعة. طلعت الفطيرة الحلوة، وبرده سقيتها باقي الصوص بتاعها، بيبقى طعمه لذيذ قوي قوي، بيبقى فيه ليمون وفيه قرفة والصوص بتاع التفاح. شفتي بقى هي بيضة من تحت ازاي، برضو استعجلت عليه وانا بقلبها كانت هتتفركش، بس ربنا ستر. يلا حبيبتي اشوفك بخير.